السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قصص الجرائم الحقيقية. قصة اليوم كترجع لسنة 2003، وبالضبط لإحدى المناطق القروية التابعة لإقليم الجديدة. قضية بدأت وكأنها مجرد حادثة قطار عادية، ولكن مع مرور الأيام غادي تبين للمحققين أن الحقيقة كانت مختلفة تماماً. في واحد الصباح توصلت عناصر الدرك الملكي بإشعار من العاملين في السكك الحديدية كيقول باللي كاينة جثة فوق السكة. مباشرة انتقلت العناصر لعين المكان، ولقاو جثة ديال شاب تعرضت لإصابات خطيرة نتيجة مرور القطار. في الوهلة الأولى كل شيء كان كيشير إلى أن الضحية مات في حادثة دهس، ولكن أثناء المعاينة لقاو عنده بطاقة التعريف الوطنية، ورغم أنها كانت قديمة والكتابة عليها شبه ممحية قدروا يتعرفوا على هويته. كان شاب من مدينة سمارة كيخدم عامل وكان مقيم بالرباط. الدرك تواصل مع أفراد عائلته واللي أكدوا أن أخباره كانت مقطوعة عليهم منذ عدة أشهر، وما كان حتى واحد عارف فين اختفى. باش يتأكدوا من سبب الوفاة أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي، وهنا بدات الشكوك، لأن التقرير كشف معطيات ما كتنسجمش مع فرضية حادثة القطار، وهالشي خلى المحققين يقتنعوا أن الضحية ربما تعرض لاعتداء قبل ما توصل الجثة للسكة الحديدية. ومن هنا تبدلات مجريات البحث بالكامل. التحريات اللي دارتها عناصر الدرك وسط سكان المنطقة كشفت أن الشاب كان كيتردد على الدوار بين الفينة والأخرى، وكان كيقضي بعض الليالي قريب من واحد المكان المهجور، ولكن اختفى قبل العثور على الجثة بحوالي شهر. القضية بقت غامضة مدة طويلة حتى خرجت معلومة جديدة من مركز آخر للدرك. قبل وقوع الحادث بأسابيع كانت سيدة مسنة تقدمت بشكاية كتهم فيها شخصاً بالاعتداء عليها، والأوصاف اللي عطاتها كانت قريبة بزاف من أوصاف الضحية. استدعيت السيدة للتأكد، ومنين شافت صورة الضحية قالت باللي هو نفس الشخص اللي سبق وشافته. هذا المعطى خلى المحققين يرجعوا يستمعوا لعدد من أفراد عائلتها، ومع استمرار البحث وجمع الأدلة بان أن مجموعة من أفراد الأسرة كانوا كيتربصوا بالضحية بدافع الانتقام. وبعد مواجهتهم بالنتائج اللي توصل لها التحقيق اعترفوا بما وقع، وحسب اعترافاتهم فإنهم اعترضوا سبيل الضحية واعتدوا عليه حتى فقد حياته. ومن بعد قرروا ينقلوا الجثة ليلاً ويحطوها فوق السكة الحديدية باش يبعدوا الشبهات ويبان الأمر على أنه حادثة قطار. بعد استكمال جميع مراحل التحقيق أعادت عناصر الدرك تمثيل وقائع القضية، وتم تقديم المتورطين أمام القضاء، وبعد المحاكمة صدرت في حقهم أحكام بالسجن تفاوتت مدتها حسب درجة تورط كل واحد منهم في القضية. وهكذا القضية اللي بدأت كحادثة قطار انتهت بالكشف عن جريمة قتل حاول مرتكبوها إخفاء حقيقتها، لكن البحث الدقيق والأدلة العلمية قادت المحققين إلى كشف ما وقع وتقديم المسؤولين إلى العدالة.